تدور مشاجرة طاحنة بين الديفا اللبنانية هيفاء وهبي ودكتورة نفسية على السوشيال ميديا وصلت إلى حد رفع دعوى والمطالبة بحبس هيفاء. القضية بدأت مع الدكتورة اللبنانية ليلى شحرور التي تنشر على صفحاتها مقاطع فيديو تشرح فيها حركات الجسد للمشاهير والمقاصد المخفية لكل حركة. الدكتورة النفسية نشرت فيديو لهيفاء وهبي خلال تواجدها بإحدى الحفلات الخاصة وهاجمتها فيه بشكل مبالغ قليلا، ومما قالت فيه أن هيفاء تحاول جذب الأنظار ولفتها إليها واختلاق الأنوثة بسبب رفع ثوبها للأعلى. لكن لم يمر هذا الكلام مرور الكرام هذه المرة، فقد نشرت هيفاء وهبي عبر خاصية ستوري على انستغرام ردها على الدكتورة، ولكن هذه المرة بكلام من العيار الثقيل جدا وغير المعتاد. فقد اعتدنا أن هيفاء لا ترد على كلام وسائل التواصل أو حتى الشائعات، فكان مستغربا ردها هذه المرة، ما يعني أن الغضب كبير إلى حد استخدام هيفاء كلمات كبيرة جدا تدعو الدكتورة فيه إلى الابتعاد عنها والاهتمام بنفسها وبأنوثتها التي لا تقارن معها أصلا. كلام قد يكون معقولا إلى حد ما، فمن يستطيع الكلام عن أنوثة هيفاء وهبي التي يعرفها العرب من صغيرهم إلى كبيرهم من رجال ونساء ويتشبهون بها؟ منشور هيفاء تم مسحه بعد ساعتين فقط، لكن مفعوله بقي إلى هذه اللحظة، حيث استضافت قناة العربية الدكتورة للرد على الفنانة. أنا دكتورة بعلم النفس الاجتماعي والإعلامي، مش صحفي مرافق عم بيقول رأيه. يعني أنا ما كنت عم علق على حضرة هيفاء بسلبية، بل بالعكس. يعني نحن في أمرار بأوقات نعم تجتهد حتى تظهر أنوثة معينة، حتى طيب. لو كانت انتقدتني ما عندي مشكلة. نعم، يعني نحن عادة الأنوثة تظهر بالسلوك، هي أنوثة بدون ما نعلق لنقول الفستان ونبرم بالفستان أو نعلق الفستان بهالطريقة، حتى يعني فما هون بتكون تجهد لحتى تظهر الأنوثة. فكان كلامها متوترا ومنفعلا، وأعلنت رفع دعوى ضدها قد تؤدي إلى حبس هيفاء وهبي وتغريمها بسبب مفرداتها. نعم ببساطة ردي. أيوة. لا ببساطة ردي. أنا قدمت دعوة بواسطة المحامية سهى إسماعيل بتهم التهديد والسب والشتم والقدح والزعم. هي حذفت المنشور الأول يعني وطالبت في لو حذفته ما أيوة. نحن بالإعلام بنعرف نعم. إنه نحن بنحط معلومة وبنحذفها، بس هي خلص وصلت للرأي العام. طيب انت طعنتيها في انوثتها، طعنتيها في يعني شيء اكثر حاجه هي يعني تطعني بعلمي، كان فيها تطعني بعلمي. نعم، او مش تقول عني كلمات نابيه. واعتبرت دكتورة السوشيال ميديا أن وهبي وجهت لها تهديدات، وهو ما يقلقها ودفعها لتقديم الدعوة. والسب والشتم والتهديد، يعني هي حتى عملت لي تهديد، انه تهديد بالتشهير، شي يعني شرشوحة. فماذا سيحدث لاحقا؟ وهل تنتهي القصة هنا؟ أم أن الدكتورة المزعومة تكتفي بالشهرة التي أوصلتها لها هيفاء وهبي بجعلها ترند كما يقول متابعوها؟ لموقع إكس خبر.